ثم الامر الاخر اللي بوتين ذكر به ومن مجموعه الامور، الامر الاخر اللي هو اهم ذكر فرنسا وماكرون، قال له كيبان بانك انت انسان ما عارف بالتاريخ حتى شي حاجه سطل. قال له لكو كنتي عارف ابسط المعلومات كنتي غير القصه ديال الغزو النابليوني، الغزو ديال نابليون لروسيا، قال له كنتي تذكره مزيان. وانا غادي نشرح لكم واحد القصه ديال هاد. Мне трудно комментировать. Парни, конечно, герои, что сознательно, когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей. Это, я не знаю, это мне кажется, ну, наверное, во многих странах, наверное, это возможно, но только в России, мне кажется, это возможно в таком вот виде. Да. Это بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تعلمون بأنه كاين واحد المجموعة ديال الانقلابات في الساحة الدولية، ما كنقصدوش الانقلابات العسكرية، ولكن كنقصدو انقلابات في الوضع بصفة عامة ديال الدول، وهذه التحولات كلها بالولاية ديال ترامب. ومن آخر النتائج ديال هذه الانقلابات اللي كاينة هو مؤخرا الكلام اللي كيوجهه ترامب لماكرون الرئيس ديال فرنسا، كلام كيوصل حتى الاهانات. والسبب شنو هو؟ السبب هو ان فرنسا كتقود واحد الحمله بغات سيدي هي اللي تكون عندها الدور ديال العمود الفقري في الاتحاد الاوروبي وفي الناتو. الناتو كيف كتعرفوا بانه ترامب صافي ملي جا فاضي يدو من داك الناتو، فاضي يدو من كل شيء، وخلى الاوروبيين مع اوكرانيا خلاهم كيشوفوا في بعضهم. وهذه الوضعيه هذه واحد الوضعيه خلاهم في واحد الوضعيه من اخطر ما يكون، رغم انه الولايات المتحده الامريكيه في العهد ديال الديمقراطيين انها هي اللي كانت كتصب الزيت على النار وكتقدم الاوروبيين كاملين تجاه روسيا، وحددت لهم اوكرانيا واحد المجال انه فيه غادي يخسروا وفيه غادي ينوضوا يقاوموا ضد روسيا، وفرضت عليهم كذلك التزامات ماليه والتزامات امنيه وعسكريه الى غير ذلك. وهذه الحرب الروسيه الاوكرانيه كانت هو السبب المباشر في اشتعال الازمه العالميه اللي كاين دابا، وازمات اخرى اقتصاديه، داك ارتفاع الاسعار المواد الاوليه، كذلك في الغاز الطبيعي الى غير ذلك. بمجرد ما شعلت العافيه في اوكرانيا العالم كله تكوى بهذا اللاهب، ولكن راه داك اللاهب اللي كنتكوى به العالم كامل راه كاينه اللي كيلاحظ او عندهم الحق بانه كانت تلك الازمات كانت مصطنعه وكانت فيها الايادي الخفيه كتلعب، بحيث انه مثلا حرب ما بين روسيا واوكرانيا في وسط اوكرانيا مباشره بايام قليله العالم كله تخنق. على كل حال الان من بعد ما دازت هاد 3 سنين كلها ديال هاد الحروبات، ومن بعد ما الدول الاوروبيه خسرت اللي قدامها واللي موراها، وهي اصلا ديما خاسره، حيت بزاف الناس غالطين في اوروبا. بزاف الناس كيعتبروا بانه اوروبا من مور الحرب العالميه الثانيه بانها هي اللي بنات البنيه التحتيه ديالها وبنات المجتمع ديالها وبنات الافكار ديالها وبنات المجتمع الاوروبي بصفه عامه، وبانها كانت كتعيش واحد البحبوحه من الناحيه الاقتصاديه، في حين الحقيقه وهو انه اوروبا مباشره بعد الحرب العالميه الثانيه الولايات المتحده الامريكيه سيطرت على اوروبا، ما خلات ليها شي نهائيا فين تنفس. من الناحيه الاقتصاديه خلاتها غارقه بالديون ديال الحرب العالميه الاولى والديون ديال الحرب العالميه الثانيه، ثم الديون ديال مخطط مارشال اللي هو اللي كان به تبنت اوروبا. يعني خسرت الضربه الاولى كانت الحرب العالميه الاولى، ثم الحرب العالميه الثانيه، ثم الضربه القاسمه كانت هي المخطط ديال مارشال، وبقات دائما راهنه في كل شيء من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه العسكريه. من الناحيه العسكريه ان الولايات المتحده الامريكيه مباشره بعد نهايه الحرب ما خلات حتى شي دوله اللي تبني الجيوش ديالها، كانت عندها مثلا قوات مسموحه غير في المسائل الداخليه، ولكن على الصعيد الوطني منعاتهم وقالت لهم غادي نأسس لكم الناتو
وهذاك الناطو هو الدرع المسلح ديالنا كاملين، وانا اللي غادي نقومو نعمرو بالسلاح الى غير ذلك، وانتم فقط كتأديو الالتزامات ديالكم. وخلاو الاوروبيين مرهونين منذ الحرب العالميه الثانيه. كان واحد الرئيس اللي كان بدا كيقاوم، اللي هو الجنرال ديغول ديال فرنسا، هو اول واحد كان حس بانه اوروبا مور الحرب العالميه الثانيه دخلت لواحد القفص وان كان ذهبيا، وكانت تخلقت لواحد مجموعه البلبله الى غير ذلك. وفي الاخر كان اضطر انه قدم الاستقاله ديالو كحاكم ديال فرنسا. اذا قلنا هذه الوضعيه هذه اوروبا دازت شوف شحال من عقد من الحرب العالميه الثانيه، ثم في 2022 غادي تقدم اوروبا كلها لهذا الجهنم ديال الحرب الروسيه الاوكرانيه. الان غادي تجي الولايات المتحده الامريكيه وترامب وعلانيه قدام العالم كله، وكيتذاكر على صاحبه بوتين كلاما طيبا، وبوتين عاوتاني كيجاوبوا كلاما طيبا. وشفنا بانه الاوروبيين حاليا دوك الرؤساء والزعماء الى غير ذلك في واحد الحالات ذهول كيقلبوا اشنو يديروا، وهما بقاو كيقلبوا كيفاش انهم الحرب تستمر، وهما ولاو كيقلبوا كيفاش انهم يواجهوا روسيا. هما في هذه الحاله ديالهم حاليا. فرنسا بدا طيح عليها فكره اللي هو ماكرون، قال لهم ودي اجوا نديروا قوه عسكريه، والعمود الفقري ديالها هو السلاح النووي اللي عندي. السلاح النووي اللي عندي غيكون هو المظل، وانتم كلكم غادي نديروا قوه عسكريه جديده صافي اغراو نوقفوا مع راساتنا. الرد مني غادي يجي الرد، كاين مجموعه الردود، ولكن بالدرجه الاولى جا من روسيا. روسيا عندها واحد الحساب قديم مع فرنسا، حساب تاريخي. حتى دابا مثلا في اوروبا دائما كاينه واحد 3 ديال الدول في التاريخ ديال اوروبا، هاد الدول معروفه دائما بعداوات تاريخيه. هاد الدول بثلاثه، فرنسا وبريطانيا والمانيا، عندهم عداوات تاريخيه قديمه. ثم خلاص روسيا، راه الى يومنا هذا راه باقي الالمان كيعتبروا بان الفرنسيين كانوا من اسباب تدمير الامبراطوريه الجرمانيه ولا الالمانيه. وكذلك وكاينه واحد القانون كيجمع هاد الدول بثلاثه، دائما فيما كتكون شي دوله وحده باغيه تزعم اوروبا، الدوله الثانيه والثالثه كيكونوا كيتحالفوا باش يسقطوا. هذا هو التاريخ غير باختصار. ثم كاينه الدوله اللي هي روسيا. بوتين هذا دائما كان كيجاوب ماكرون، ودائما عنده عداوه مع ماكرون. وذكروا اليوم ذكروا بالحرب النابليونيه، انا غادي نشرحها لكم يعني كيفاش اعطاه واحد الدرس. وبالاضافه كان له شي واحد مجموعه ديال الانتقادات، او لا الا بغينا نقولوا 3 ولا 4 المعيورات. هذا بوتين ضد فرنسا، لان فرنسا دائما مور الحرب العالميه الثانيه كانوا كيدوزوا بها دائما بعض الرؤساء اللي كيحاولوا يتمردوا وكيحاولوا يخلقوا واحد البلبله في الصفوف الاوروبيين بانه خصنا نستقلوا على الولايات المتحده الامريكيه. ودائما دوك الرؤساء كيوقعوا لهم مشاكل، بحال دابا مثلا ماكرون. على كل حال، اذا قلنا بوتين غادي يذكر ماكرون، غادي يقول له بان انت اخر واحد يمكن لك تهضر بالسياسه الدفاعيه. بوتين انا غادي نحاول غير نبسط لكم. قال له اولا بعد كاينات، وهذا الكلام ربما يفهموا الناس لانه على كل حال معلومات تاريخيه بسيطه غادي نشرحها لكم. قال له اولا وقبل كل شيء، قال له انت اخر واحد تهضر بالحرب وفي الدفاع. قال له علاش؟ قال له هذا السبب الاول، قال له بانه حتى 40 يوم ما دازتش في ذاك الغزو النازي في العهد ديال هتلر، داك المد النازي تعقلوا بانه مشات سارة اوروبا على كل حال. قال له اولا بعدا فرنسا ما فوتها حتى 40 سنه، عفوا 40 يوم وانهارت في الغزو النازي ملي دخل لفرنسا. قال له يعني انت اخر واحد ممكن انك تهضر في الحرب ولا في المقاومه الى غير ذلك. قال له اولا بعد كاين الجيش النازي ما فاتش 40 يوم وكان في القلب ديال باريس. قال له الحاجه الثانيه اللي كتخليك انت اخر واحد كيهضر على الدفاع، قال له بان الحروبات ديال فرنسا كلها دازت في القاره الافريقيه.
تطحنوا البؤساء والمظلومين وطحنت الملايين، وكانوا جرائم حرب ضد الإنسانية، وكانوا جرائم فظيعة ارتكبتهم فرنسا فين؟ قالوا في إفريقيا. قالوا هذا هو التاريخ ديالكم. ثم الأمر الآخر اللي بوتين ذكر به ومن مجموعة الأمور، الأمر الآخر اللي هو أهم، ذكر فرنسا وماكرون. قال له كيبان بأنك أنت إنسان ما عرف بالتاريخ حتى شي حاجة، صل. قال له لكو كنتي عارف أبسط المعلومات كنتي غير القصة ديال الغزو النابليوني، الغزو ديال نابليون لروسيا. قال له كنتي تذكره مزيان، وانا غادي نشرح لكم هاد القصه ديال هاد نابليون. كيف كتعرفوا بالمعروف التاريخ انه ما نعرف شنو. فرنسا ملي دارت فيها الثوره الفرنسيه كانوا سقطوا الملكيه، حيدوها. الملكيات في اوروبا كلها تجندت ضد فرنسا، وكان داك نابليون، وفرنسا ديك الساعه كانت هي اقوى دوله في ديك الساعه 1789. وكان جا هاد نابليون وخاض واحد المجموع د الحروب ضد الملكيات في اوروبا كامله، والنهايه ديالو كانت هو ملي الغزو لروسيا. تعرفوا شنو وقع له في روسيا؟ وفي الغزو ديال روسيا تما كانت النهايه ديال القوه العسكريه ديال الدوله الفرنسيه. ومن موراها ديك الساعه فرنسا كانت خدات واحد الاجراء. شنو هو انها كانت السطو على الجزائر. ملي سدت عليها الملكيات في اوروبا كامله فتحوا الحديقه اللي هي الارض ديال الجزائر. خداو الجزائر الاصليه، يعني الجزائر العاصمه والنواحي، ثم موراها بداو كيتجبدوا دخلوا لداخل، ثم موراها بقاو كيقطعوا من المغرب وكيقطعوا من تشاد ومن مالي ومن تونس ومن كل شيء ونفخوها مزيان. اذا بوتين ذكر بماكرون بهذه الروايه النهايه القوه العسكريه اللي كانت في روسيا. شنو وقع؟ هاد الحرب هذه كانت تقريبا 1812. نابليون وجد باش يطلع يضرب الضربه الكبيره في روسيا، وخطط انه غادي يضرب الضربه الكبيره في روسيا. اولا بعد هنا يسيطر على الثروات كذا كذا، ثم انه تما غادي يتقوى وغادي يواجه بريطانيا وغادي يفعل ويترك الى غير ذلك. الروس لجؤوا معاه لواحد الاسلوب. نابليون كان طلع تقريبا بشي 630 الف جندي، 630 الف جندي. كانوا فيها 300 الف فرنسيين، والباقي اللي هو الاغلبيه كان جيوش مرتزقه. دائما الاستعمارات كتخدم غير بهذه الظاهره. وكان بدا الغزو ديالو في فصل الصيف، شهر 6 الاواخر ديالو شهر 7، ودار الحساب ديالو بانه تقريبا في واحد المده ديال شهر غادي يطلع وغادي يقضي تما عاوتاني على الملكيه، وغادي يدير اللي بغا، وغادي يبريت وغادي يحكم مع راساته وغادي يجمع الثروات وكذا الى غير ذلك. وديك الساعه عاد غادي يحقق الاحلام ديالو. الروس اختصاصيين في استخدام كيتسمى عند الناس ديال اللي مهتمين بالعسكر، اللي مهتمين بالفكر العسكري ولا الدراسات العسكريه وداك الشيء، كيتسمى عند باللاتينيه الجنرال ويدر. الجنرال ويدر شنو هو الجنرال ويدر؟ هو العامل ديال الجو. الروس اختصاصيا فيه من قديم الزمان، وهذاك العامل استخدموه جيدا في الحروب اللي هي خطيره. من اخطر هذه الحروب هي ملي نابليون اطلع لروسيا. هاد الخطه علاش كتنقام؟ انه ملي هجمت فرنسا ونابليون بديك الالوفات المؤلفه، انه الروس لجؤوا لاستخدام المجال الحيوي او العمق الداخلي. شنو هو العمق الداخلي؟ الجيوش بقات كتنسحب وطالعه للفوق، وبدات الجيوش ديال روسيا بدات طالعه للفوق. شي كيدوز له للشرق، شي كيدوز له للغرب، شي كيدوز له للوسط. من بعد واحد المده ديال شهر نابليون وديك الالوف المؤلفه لقات راسها قدام واحد المشكل خطير. شنو هذا المشكل الخطير؟ هو انهم ما بقاوش كيلقاو ما ياكلوا.
لان الخطه الاستعماريه شنو المبدا اللي كيكون عندها؟ كيقول لك اودي دخل شي قطاع حيوي وما حدك كتسيطر على المدن، وانت منها كتاخذ ما تاكل وتوكل الجنود. بدا كيضرب نابليون مع راساتو العشرات والمئات ديال الكيلومترات، هو غادي لداخل غادي فيما كيوصل لشي مدينه كيلقى بانه الجنود الروس وكلشي كينسحبوا كيطلعوا يا اما للجبال واما كيطلعوا لشمالا. ابتداء من الشهر الاول بدا هذا الاحساس بهذا المشكل ديال الجوع، وزاد عاوتاني ما حده هو كيتوغل وكيلقى هذا المشكل هذا ديال نقص الغذاء، ولا بان له واحد البلان داز لجهه الشمال ديال موسكو، غادي عاوتاني ضارب والجيش الروسي يستدرجوه باش كيورطوا كيدخلوا لداخل، ومن موراها عاوتاني تحول للجهه ديال الشرق. وفيما كيقرب ييأس الجيش الروسي كيغريه يتظاهر بان في واحد المدن من المدن بانها قريبه وبان فيها المعيشه الى غير ذلك. المحصله هو انه بقى غارق نابليون تم ودوز تقريبا 6 شهور الى حدود ديسمبر، 6 شهور الى حدود ديسمبر، هذو الاشهر ديال لاكلاف ديال البرد. وكان خدمتها روسيا القيصريه هذا المشكل ديال الثلوج وهذا المشكل هذا عاوتاني في معارك اخرى، كان خدمتها في ديك العمليه اللي كان دارها هتلر كان هو دار هاد المغامره، دار هاد المغامره وطلع لروسيا بديك المعارك الاخيره ديالو. نسيت ديك العمليه، وهذيك العمليه هي اللي خرجت عليه خرجان الزعيم النازي. وخلينا دابا مع نابليون في 1812 6 شهور ديك القوه زغاده وما كتلقى قدامها عاش شي حريح والجوع. ملي سالات ديك 6 شهور كان ديك الساعات الجيش شحال بقى فيه ديال نابليون؟ دا 630,000 تقريبا. نعم دا 630,000. العدد ديال الجنود اللي ماتوا تقريبا 620,000، بقاو له 10,000. اما الخسائر ديال الجيش الروسي كان داكشي قليل، ولكن الكارثه العظمى هو انه نابليون تما كينات مشى له هذا الجيش كامل كله مشى بددا ما بين الجوع والعاره والبرد. ثم ديك الجيوش ديالهم اللي بدات كتشتت بداو كيتعرضوا للكريساج. كانت القوات ديال واحد سميتو القهزان، واحد القوات كان سميتها قهزان، كانت تقريبا ما بين ميليشيات ولكن تابعه للدوله. كانت فين ما كاينه شي مجموعه ديال ديك الفلول كتنهزم ولا كتبغي هذا كيفرسوها. اذا هذه هي الهزيمه التاريخيه الماحقه اللي باقا مأرخه وداخله في الدماغ ديال الفرنسيين الى حدود الساعه. هاد السيمانه هذه كيجبدها بوتين لماكرون وكيقول له انت اخر واحد تهضر في الحروب، واخر واحد تهضر في المقاومه، واخر واحد تهضر في الدفاع، واخر واحد تهضر في المبادئ ديال السياسه العالميه والكوارث فرنسا اللي دارتها في افريقيا. قالوا انت هو اخر واحد. بمعنى انه كانت حرب ما غاديش نقولوا غير كلاميه، لان كلاميه هي بنادم كيقول شي حاجه ما كاينش، بالعكس انه استعرض قدامه واحد الحقيقه كبيره على الوضعيه الحقيقيه ديال فرنسا. من هذا الشيء كله كنستنتجوا جوج الحوايج. اولا بعد كينات كنشوفوا العالم كيفاش قاعد كيتقلب، وكنشوفوا الطبع الاصيل ديال الولايات المتحده الامريكيه والاخلاق ديالها كيفاش خدمت باوروبا، وكيفاش ان شردمتها الولايات المتحده الامريكيه راه ولات قويه على حسب اوروبا. فاش دازت الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه وداروا الاتفاقيات وداكشي، السياسيين ديال اوروبا ملي بردات الحرب وبداو كيقراو ديك الاتفاقيات الى ذلك شنو اكتشفوا بان اوروبا كلها تعرضت للخديعه. بنهايه الحرب العالميه الثانيه اكتشفوا الدول الاوروبيه بانه النفوذ اللي كان عند الامبراطوريات كله تهرس. قبل من القرن العشرين كانت اقوى الامبراطوريات فرنسا وكانت بريطانيا انجلترا، ولكن ملي سالت الحرب العالميه الثانيه شنو اكتشفوا بان الولايات المتحده الامريكيه هي اللي عامت عليهم كاملين. وغادا تجي 1954 الولايات المتحده الامريكيه غادا تجبد لهم عاوتاني
واحد البند، قالت لهم هو ملء الفراغ، خويهم. وفرضوا ديك الساعات على بريطانيا وفرنسا باش ينسحبوا من اماكن النفوذ، يعني من الدول اللي سابقا كانت فرنسا وبريطانيا كتستعمرها في 54. وتما بدات ديك الحمله ديال الاستقلالات السوريه او لا الناقصه او لا ما كاملاش. بدا كلشي كيخوي، وبداو كيخليو النخب ديالهم مغروسين في كل دوله. ولكن السيطره التامه من الولايات المتحده الامريكيه. مثلا نعطيكم غير مثال، مثلا بريطانيا سابقا، بريطانيا كانت هي اللي مسيطره على دول الشرق الاوسط ومصر الى غير ذلك سابقا. ولكن دابا الولايات المتحده الامريكيه اللي كدير ما بغات، مثلا المهم الهيمنه ديالها في الشرق الاوسط، مصر الى غير ذلك. عاوتاني مثلا دابا في الدول في افريقيا كان ديك ساعه الاستعمار اللي هو كان فعلي كان هو فرنسا، ولكن حاليا الولايات المتحده الامريكيه تسرح وتمرح كيف ما كتبغي. يعني انه اوروبا تعرضت للخديعه خلال هذا القرن اللي داز، انه تم استنزافها وتم تقريبا فرض وصايه عليها، واوروبا وفي الاخير الجزاء ديالها انهم دفعوها الحرب الروسيه الاوكرانيه، صافي ردمت اخر ما كيتردم. ثم بعد الولايات المتحده خرجت هي العامل الاقوى، تقريبا نفس الحيله. والهديه اللي تعطات لاوروبا من مور هذا القرن شنو هي؟ الهديه هو ديك الاجنده اللي تعطات لاوروبا. شنو هي اللي تعطات لاوروبا هذه الاجنده؟ تعطات لها مقاومه الزواج، تفكيك المجتمعات من ناحيه التضامن الاجتماعي، تعميم الالحاد في كل بلاصه، حرموا حتى ابسط المسائل اللي كتخلي المجتمع كيتقوى، اللي هو داك النمو الديموغرافي. وداك النمو الديموغرافي اللي عندنا دابا كتعرفوا في اوروبا كيفاش، يعني دابا ولات ازمه ديال بنادم. دابا بدا باللي كان كله شرف، ولكن داكشي اللي عطال ما كاينش. علاش؟ لانهم حرموا الاسر وحرموا العلاقات اللي هي طبيعيه، العلاقات اللي هي فطريه عاديه، واستبدلوها بعلاقات اللي هي مشوهه. هادشي دار مثليه، الراجل رجل، هذا كذا، المراه حيوانات. المهم هاد الروين هذا هو الكادو اللي تعطى لاوروبا. علاش؟ في التخطيط ديال انه في المستقبل ما خصوش يبقى بنادم عاوتاني ويصايبوا شي حاجه اخرى. الشيء الثاني اللي كيهمنا في هذا المنظر هذا هو انه بالنسبه لنا حنايا في المغرب، حنا في المغرب كيف كيقولوا بانه منا هي فرنسا. دابا منا هي فرنسا، اي حاجه كناخذوها من عند فرنسا. بغينا نصايبوا شي قانون كنشوفوا ديالها ونعدلوه، بغينا شي حاجه نمشيو نشوفوا ديالها ونعدلوه، كان عندنا شي مشكل كنشوفوا ديالها ونعدلوه، والطبقه ديالها والعلمانيه ديالها والمسائل ديالها الى غير ذلك. دابا هي اللي باقا مهيمنه لا من الناحيه الاقتصاديه ولا من الناحيه حتى الثقافيه. حتى من الناحيه الثقافيه مهيمنه، والنخبه اللي تابعه ليها تكاثرت وتقوات ومغروسه فيما مشيتو. غتلقاها في الاعلام، غتلقاها في مناهج التدريس، غادي تلقاها في المفاصل اللي هي عندها، وغادي تلقى التاثير كذلك. حتى هذه الحرب ضد العقيده وضد الاسلام وداكشي هذه كلهم توجهات جايه من فرنسا، بانها كتحاول ما امكن يقلدوا فرنسا. الا كانت الامور بحال هكا، حنايا نشوفوا غير الوضعيه ديال فرنسا والبلاصه ديالها في العالم. يعني واحد الحاجه ملي غادي تبناها وتقول هذا هو النموذج ديالي، شوف الوضعيه ديالو كيفاش داير مع القوم ديالو. هذيك هي العبار الحقيقي. كيقدر مثلا شي واحد يكون في شي نادي ديال الناس اللي لاباس عليهم، وكيمشي مثلا شي دوار ولا شي باديه وكيبان بانه واعر. اذا انت باش تعرفوا بانه واعر، ديك الوعوريه ديالو واش نصاب وجيهه او لا حقيقيه، سير للنادي ديالو اللي هو كينتمي فيه مع الاقوياء وشوف الوضعيه ديالو. هذاك هو المعيار الحقيقي. اذا حنايا بالنسبه في المغرب وجا الوقت ان بنادم يفيق، فإلا كان ضروري اننا حنا نتبعوا الناس الكبار، ماشي نتبعوا مثلا دوله فاشله، دوله مهدده، دوله ما عندها حتى شي دور ريادي. الوضعيه ديالها في الحرب العالميه الاولى راكم شفتوها، وفي الحرب العالميه الثانيه راكم شفتوها. الوضعيه ديالها دابا انتم راكم شفتوه.
كتعقلوا ملي كانت كورونا وداك الشيء، داك الرئيس بوتين كان كيجيب ماكرون وكيجلسوا بعيد منه. هاد الامور هادي هي اللي الناس اللي كيدافعوا على المغرب التقدم والنمو كيقدروا يخطبوا علينا بدا التنوير عقل ما نعرف شنو هو. النموذج ديالنا شكون هو اللي خصو يكون؟ خلاص حنا النموذج ديالنا مثلا من ناحيه العقيده والاسلام وداك الشيء، النموذج ديالنا الاعلى هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن في المعيشه، الا تفرض علينا في المسائل ديال التنميه والمسائل ديال الاقتصاد وكذا وكذا، الا كان ضروري فنشوفوا الدول اللي هي قويه، ماشي نمشيو نشوفوا الدول اللي هي فاشله. كنتمنى الاخوان والاخوات نكون توفقت المهم نكون وصلت شي حاجه مع هذا القول ديال اذان المغرب. كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.